mindfulness فلوج جديد هنقضي فيه يوم سوا وانا بطبق الوعي في اكلي وفي حياتي كلها. النهارده هقول لكم ازاي خسيت وانا بطبق الاكل بوعي والتغذيه الحدسيه عشان انتوا كمان توصلوا لجسم تكونوا مرتاحين فيه وتصلحوا علاقتكم بالاكل. اول حاجه بعملها هو اني باكل لما اكون جعانه بس ويكون جوع حقيقي مش جوع عاطفي، يعني ما كنتش ان انا حاسه ان انا ملانه او مضغوطه من الشغل فبهرب من الضغط ده علشان اروح اكل. زي النهارده مثلا انا صاحيه مش جعانه وبرغم ان انا عندي ميعاد عند دكتور الاطفال لكن برضو مش هاكل، بس هعمل حاجة مهمة جدا وهو اني هحضر سناك صغير علشان اخده معايا لو جعت وانا بره اقدر ان انا اكله. فاول حاجة طبعا جهزت الماتشا بتاعتي عشان اخدها معايا، ولازم اكيد اخد ازازة المية بتاعتي، دي اكتر عادة مفيدة محتاجين حقيقي ان انتوا تضيفوها في اليوم بتاعكم. انا كنت زمان لما بخرج ممكن اقعد بالساعتين والتلاتة ما اشربش مية خالص، وده طبعا كان بيخليني انهار على الاكل لمجرد بس ان انا عطشانة وباكل اي حاجة قدامي بدون تفكير. لكن حركة ان انا يكون معايا ازازة المية دي بتحميني كتير جدا من اكل ملوش لازمه. هحضر بقى كده سناك صغير هاخده معايا عشان لو جعت بره. قطعت شويه جزر وهاخد معاهم شويه توت كمان. قبل ما نكمل لو انتم مش عاملين سبسكرايب يا ريت تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه، ويا ريت تعملوا شير للفيديو ده مع حد من اصحابكم علشان تشجعوا بعض ان انتوا تصلحوا علاقتكم بالاكل وتوصلوا للجسم اللي انتوا بتحلموا بيه سوا. وانا في الطريق شربت الماتشا بتاعتي ووصلنا عند دكتور الاطفال، بدات احس بالجوع شويه فبدات اكل من التوت والجزر اللي كانوا معايا، بس في الاخر ما خلصتهمش كلهم. تاني حاجه كنت بعملها علشان اقدر ان انا اخس وهي ان انا باكل لحد الاكتفاء. فانا مش عاوزه يكون عندكم هوس بان انتم تاكلوا كميه اكل قد الكميه اللي انا باكلها، عشان محدش فينا احتياج جسمه قد التاني. انا بس بوريكم امثله عشان يكون عندكم افكار كتيره. رجعت البيت وجعانه طبعا، فيلا نحضر طبق متوازن سوا. قطعت شويه خيار وهاخد باقي الجزر والتوت اللي كنت واخداه معايا الصبح، وطبعا لازم مصدر للبروبايوتكس في الوجبه بتاعتي، فهحط شويه زوكراوت اللي هو الكرنب المتخمر. هاخد بقى توست، والتوست ده معمول من الشوفان، شفته في السوبر ماركت الاسبوع اللي فات ودي كانت اول مره اجربه وعجبني قوي. احط عليه جبنه ريكوتا، بحب قوامها وكميه البروتين فيها كويسه وسعراتها كمان كويسه جدا. انا بصراحه مش فارق معايا قوي السعرات لان انا مش بحسبها، بس بقول لكم علشان لو انتم مهتمين. هقطع بقى على التوست طماطم مجففه، والكومبو ده يا جماعه خطير لازم تجربوه. ضفت لطبقي شويه شيبس وطبعا كاتشب مع الخضار ده ما بقدرش ان انا استغنى عنه، وهاخد شوكولاته معاها وشويه مكسرات متكرمله بالسكر والعسل. المكسرات دي مشهوره جدا هنا في المانيا خصوصا في فتره الكريسماس، بتكون دايما موجوده في الماركت بتاع الكريسماس، وده شكل طبقي المشبع نفسيا وجسديا. نسيت اقول لكم ان انا كمان اخدت معاه قهوه. بعد الاكل بشويه اتمشيت نص ساعه في البيت، ودي برضو من اكتر الحاجات اللي انا كنت بعملها في الفتره اللي انا كنت بحاول ان انا اخس فيها واصلح علاقتي بالاكل، وهي اني على الاقل بمشي 30 دقيقه في اليوم. وبعد ما خلصت مشي اخدت الكترولايتس، كنت كلمتكم عليها قبل كده ان هي املاح ومعادن مهمه الجسم بيحتاجها. عملت القلة بانكيكس بالتمر اللي انا حكيت لكم عنها في الفلوج اللي فات، طبعا بتكون عاليه بالالياف لاني بستبدل السكر العادي بالتمر. فاكرين الجزر اللي اشتريته في الفلوج اللي فات معاكم علشان اصور لكم وصفه الكاروت كيك بتاعتي؟ الحقيقه احنا كلنا الجزر وخلصناه من قبل ما اعمل الكاروت كيك. والبانكيكس اللي انا عملتها القلة اخدت منها نص واحده لاني ما كنتش جعانه اصلا. لما جعت بقى عملت اليوجرت بول بتاعتي الشهيره اللي بعملها معاكم في كل فلوج تقريبا، وكمان لقيت رز بلبن عالي بالبروتين في السوبر ماركت فقلت ان اجربه. كنت عاوزه اصلا اعمل رز بلبن في البيت بس كنت مكسله، فاول ما لقيته في السوبر ماركت حسيت كده ان هو بيندهني، ولما جربته عجبني فعلا. نحضر بقى العشاء. اول حاجه هبدا بالزوكراوت طبعا وهضيف معاها شويه كاتشب. هاخد بقى خضار بروكلي اسبارجز اللي اشتريته معاكم في الفلوج اللي فات، وعلى فكره طلع طعمه حلو قوي. انا سويته مره على البخار ومره كمان شويته وفي الحالتين كان طعمه لذيذ جدا. عملت كمان جنب الاكل رز بالخلطه والمكسرات. ومصدر البروتين في الوجبه بتاعتي النهارده هو الرومي المشوي، ده كان متبل بباربيكيو صوص. قعدت اكلت بطريقه فيها وعي وانا متصله بجسمي، وقفت لما جسمي حس بالاكتفاء. يعني مش بناكل الطبق اللي قدامنا كله لمجرد ان هو اكل موجود في الطبق بتاعنا، احنا بنوقف لما جسمنا يحس بالاكتفاء مش بالامتلاء غير المريح. وبعد الاكل اخدت كولا زيرو، وطبعا لازم اختم اليوم بالقهوه الديكاف ومعايا الشوكولاته بتاعتي، وضفت كمان شويه مكسرات زي الصبح. وبس كده يا حلوين، ده كان الفلوج بتاع النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير. stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.